دبلوماسي أمريكي سابق: الجزائر لم تعد تمتلك اليد العليا في تسوية قضية الصحراء المغربية. أكد السفير الأمريكي الأسبق لدى المغرب إدوارد غابرييل أن الجزائر فقدت نفوذها الكبير في النزاع حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 في أكتوبر 2025 وضح بشكل قاطع موقف الولايات المتحدة الداعم لتسوية النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، حيث أوضح غابرييل أن هذا الدعم الأمريكي المتواصل الذي بدأ خلال إدارة الرئيس بيل كلينتون واستكملته إدارة دونالد ترامب يشكل أساسا متينا للمفاوضات ويعزز جهود المغرب في إنهاء النزاع. وبحسب تقرير نشره موقع موروكو وورد نيوز الناطق بالإنجليزية، فإن القرار الأممي أزال الغموض بشأن دور الجزائر في النزاع، مؤكدا أن أي حل مستقبلي يجب أن يقوم على المبادرة المغربية ويأخذ في الاعتبار آراء المواطنين في الأقاليم الجنوبية دون أن يكون للجزائر نفوذ على القرار النهائي، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية الأمريكية المشتركة لعبت دورا أساسيا في دفع المفاوضات على مسار عمل نحو الحل السياسي، مع إبراز أهمية التعاون الأمني الإقليمي لضمان الاستقرار في الصحراء والساحل. ولفت السفير الأمريكي الأسبق إلى أن الجزائر لا تزال تمارس المماطلة وتدعم جبهة البوليزاريو، محذرا من أن استمرار هذا النهج لن يمنحها القدرة على التأثير في مسار التسوية. كما أكد أن الحل النهائي يجب أن يقوم على إرادة المغرب ومشاركته الفعلية لمواطنيه، مشيرا إلى أن العالم بات يقف بشكل واضح خلف المبادرة المغربية، وأن الوقت يضعف تدريجيا قدرة الجزائر على التأثير في المشهد الدولي بشأن الصحراء. واختتم غابرييل حديثه بالإشادة بالدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، مشددا على أن الإرث الدبلوماسي للمغرب ساهم في وضع استراتيجية بعيدة المدى لحل قضية الصحراء، مؤكدا أن استمرار الدعم الأمريكي والثقة الدولية بالمبادرة المغربية يمثلان ضمانة قوية لإنهاء النزاع بشكل عادل ومستدام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.